السلام عليكم. شهدت قضية الدولية الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي تطورات جديدة اليوم الأربعاء بخصوص منشوره والذي أبدى فيه تضامنه مع القضية الفلسطينية. ونشرت إدارة نادي نيس الفرنسي اليوم الأربعاء بيانا في هذا الخصوص عبر موقعها الرسمي. أوضحت من خلالها خضوع اللاعب عطال لجلسة استماع من مسؤولي الفريق. كما أوضح مسؤول النادي الفرنسي باتخاذ أول قرار تأديبي في حق الدولي الجزائري والذي يقضي بإيقافه إلى إشعار آخر. ومن جهة أخرى أشارت إدارة نادي نيس إلى أن يوسف عطال سيكون معرضا لعقوبات أخرى من قبل السلطات الرياضية الفرنسية والقضائية قد تصل به للسجن والغرامة المالية.